الذهب الصيني بيغير لون يا أميرة؟ طيب الأسعار اللي عندك دي أسعار حقيقية؟ طيب البياضات اللي عندك دي القماش بتاعها فيه ديفوهات أو قماش بواقي؟ طيب المقص بيصدي؟ الأسئلة دي أنا اتسألتها عن الفيديو اللي فات. صلي على النبي كده الأول وابدأي معايا الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي احنا معانا الذهب الصيني. الذهب الصيني بيغير لون؟ الذهب الصيني بيغير لون. اللي تقولك الذهب الصيني ما بيغيرش لون تبقى كدابة. أي ذهب صيني في الدنيا كلها وأراهن على كده والله العظيم بيغير لون. انت مالك واثقة قوي كده ليه؟ أنا بقالي 16 سنة ببيع ذهب صيني. هو ممكن الذهب الصيني النظيف يتأخر شوية في تغيير اللون، لكن برضو بيغير لون. طب ايه اللي ما بيغيرش لون؟ الاستانلس البيور. طب الاستانلس انواع؟ ايوه الاستانلس انواع. ممكن واحدة تجيب لك استانلس اللي هو تحسيه تقيل شوية، ده بيغير لون. هو انا معرفش في الاستانلس قوي، بس اعرف في الذهب الصيني كويس جدا. الاستانلس انا اشتغلت فيه فترة بس مش كبيرة، لكن بقالي 16 سنة شغالة في الذهب الصيني. فاللي تقولك الذهب الصيني ما بيغيرش لون كدابة. ده استانلس بيور. تمام. الخاتم ده انا جايباه بقاله يجي شهرين او 3 شهور، اقسم بالله ما قلعته من ايدي. غير لون؟ لا ما غيرش لون. وزي ما انتوا واخدين مني كلامي وبتاخدوه ثقة، خدوا اي كلام بقوله ثقة. ده ما غيرش لون. اولا انا مش شغاله فيه او جبته علشان خاطر مثلا ان انا بقول لكم كده على حاجه منتج انا ببيعه، لا، انا بديكي معلومات محدش هيقولها لك، محدش هيقولها لك. ما غيرش لون، ما قلعتوش من ايدي. انا بغسل مواعين، بغسل هدوم، بتوضى، ما قلعتوش من ايدي، ما بيغيرش لون. انا مش من عادتي ان انا بقلع الحاجه، فاهمني؟ طيب ده ذهب صيني؟ ذهب صيني. بكام مش فاكره، كان ب40 جنيه او ب35 جنيه. غير لون؟ هو ما غيرش لون من هنا، انا برضو ما بقلعهوش، هو ما غيرش لون من هنا بس غير لون من هنا. تمام. هو الذهب الصيني ممكن يتاخر في تغيير اللون لكن بيغير لون. طيب بالنسبه للاسعار اللي عندك بتاعه الحلقان حقيقيه؟ ايوه الذهب الصيني الاسعار اللي انا قلت عليها، الحلقان الاطفال الخرم التاني والحلقان دي كلها حلقان صغيره على حلقان كبيره، الدهب بتاعها اصفر، ب12.5 للكميه، ولو هتاخدي فرداني ب20 جنيه. الاسعار دي حقيقيه؟ ايوه الاسعار دي حقيقيه. طيب بالنسبه للبياضات، البياضات الحته ب120 والحته ب100 جنيه. القماش ده قماش بواقي او قماش فيه ديفوهات؟ اقسم بالله ما فيه اي ديفوهات، ولا هو قماش بواقي، ده قماش من التواب. الاسعار دي موجوده عندي، القماش ده موجود عندي، فعشان كده بطلعه بالاسعار دي. طيب بالنسبه للقماش الجكار الفرو، انا ببيع المتر منه موجود اللون الجنزاري والابيض، ببيع المتر منه ب150 جنيه حاليا. الاسعار 200 جنيه و220 جنيه المتر. ليه؟ لان الاسعار دلوقتي اوفر. الناس اللي قالت لي هاتلنا اللون الكافيه والكشمير والرصاصي، ان شاء الله هجيبهم وهحاول اوفرهم باسعار اقل برضو ما بتنباع في السوق، لكن اللي موجود عندي بسعر قديم انا ببيعه بسعر قديم. طيب المقص بيصدي يا اميره؟ دلوقتي المقص الحديد بيصدي، المقص مش هيصدي. اولا المقصات عندي انا بستخدمها ما صدتش. انت ايه اللي هيخلي المقص يصدي عندك؟ اصل انت مش واخداه بتنضفي بيه سمك، ولا انت واخداه بتستخدميه في المطبخ. الناس اللي اخدت مني المقصات هي دي اللي سالتني على المقصات فجبتها لها. المقص اصلا جاي ب135 جنيه وانا بديهولك ب150 جنيه، اصل كده كده هو في قلب المكان اللي انا بجيب منه الشغل. فانا مش واخده البيع المقصات تجاره علشان خاطر اتاجر عليكي في حقه ويبقى انا كسبانه منك النص، فاهمني؟ فالمقص ب150 جنيه. انزلي انت هاتيه من شارع ازاي اسمه، والله العظيم الكلام بيتوه من بالي. عفوا معلش انا تعبانه شويه اعذروني. بالنسبه للفيديو اللي فات، واحده بتقول لي انت بتقولي لنا الاسعار ولا بتخوفينا؟ انا سمعت الفيديو تاني بتقول هي البت اميره دي بتتكلم كده ليه. معلش والله انا كنت تعبانه وفي نفس الوقت عايزه اعرض لكم الشغل. بالنسبه للخداديات القماش الفرو ده يا جماعه، كان عندي كميه انا كنت جايباها
تمام السنه اللي فاتت، فعشان كده انا كنت شغالاها خدديات، فعشان كده الاسعار اللي موجوده عندي مش هتلاقوها بره، ولو انت حابه تعمليها مش هتعرفي توفريها بالسعر بتاعي. سوسته وقماش فرو، الظهر بتاعه قماش من اللي هو قماش تخين، اللي هو عامل زي القماش الشانيليا، الخامه التقيله مش خامه خفيفه. القماشه الخدديات انا هنزل صورها في الجروب على الواتساب، والصور الذهب الصيني هنزل الصور بتاعتها على الجروب بتاعت الواتساب. تمام. ايه تاني معانا؟ والنبي انا نسيت. بص فاتحه الفيديو على اساس ان انا هقول كلام كتير قوي ونسيت. بص يا روحي، اي سؤال عن اي حاجه سيبوهولي في الكومنتات وانا هكتب في ورقه وارد عليكم. تمام. بالنسبه للناس اللي بتسالني على بواقي القماش، والله العظيم ما عارفه اوفر خالص، لان حاليا مفيش بواقي قماش، اي حاجه بتتوفر قدامي بجيبها. طيب القماش الجاكار والقماش القطيفه، الفرق بينهم ايه؟ الفرق ان دي قماشه جاكار خفيفه في الاستخدام في الشيل والحط، اما القماشه القطيفه قماشه اتقل من الجاكار، مش اللي هي سلسه كده في الاستخدام زي الجاكار. لا، انت يا اميره بتفضلي جاكار ولا قطيفه؟ والله انا عملت الاتنين، بس حسيت ان الجاكار حلوه في رسوماتها، في الوانها، في استخدامها احنا كستات بيت. انت بقى حابه انك تشتغلي الصور اللي انا هعرضها على الجروب خديها واعرضيها، وبعد كده اطلبي مني الاوردر. بتطلبي ازاي؟ بتدخلي لي على الواتساب، بتسيبي لي اسمك الثلاثي ورقم تليفون اضافي والمكان اللي انت منه، المركز بالمحافظه، وبتبعتي لي عربون على فودافون كاش. العربون بينزل من الحساب، انا بشحن لجميع المحافظات الحمد لله والفضل لله. اي استفسار عن اي حاجه سيبيهولي في الكومنتات يا جماعه، انا ما بعرفش احجز غير على الواتس، انا ما بعرفش احجز الا على الواتس. اي واحد هتكلمني فون، عشان كده بقول محدش يكلمني فون. ليه؟ لان انا مش بعرف احجز على التليفون، انا بحجز على الواتساب. تمام. اي استفسار عن اي حاجه، انا مش عارفه قلتها كم مره، اي استفسار عن اي حاجه سيبوهولي في الكومنتات، وما تنسنيش بدعوه حلوه من القلب ولكن بالمثل. ايه تاني؟ بالنسبه للكفرات ان شاء الله هنزل لكم تشكيله كويسه من شغلي في الكفرات، ونعمل اعلان كده للبت اميره ديت لشغلها، وهشوف انتوا هتدعموني ولا لا. اي واحده عامله اي شغل او خدت مني قماش وعملت شغل ومش عارفه تسوقه، تبعت لي فيديو للشغل بتاعها، او تبعت لي صور للشغل بتاعها ونعرضه لها. ثواني، التليفون التاني فين؟ ثواني اجيبه لكم اوريكم الشغل بتاع الناس اللي عملوه. فاحنا داخل علينا شهر كريم، الكل ربنا بيرضيه فيه. انت بقى ما تستنيش وما تحطيش ايدك على خدك يا ستي، ما معكيش فلوس. تمام. حابه تشتغلي وما معكيش فلوس، خدي الصور واعرضيها عندك في الجروب، اعرضيها عندك على الحاله في الواتساب، على الحاله في الفيسبوك، وجمعي اوردر. حابه تاخدي حاجه ليكي انت، جمعي اوردر من اصحابك من اخواتك علشان خاطر مصاريف الشحن تتقسم عليكم. حابه انك انت يبقى معاكي قرش في اول شهر رمضان تعرفي تجيبي حاجات للتلاجة، حاجات خضروات ليكي، اعملي حته حصاله صغيره وعيني فيها كل يوم 10 جنيه كانك بتدي مصروف لعيل من عيالك، وتعالي على اول رمضان افتحيها وجيبي الخضار اللي لازمك وجيبي الحاجه اللي لازماكي. لو عملتي كده مش هتحسي باي حاجه والله. طيب انت واحده شغاله، تعالي بقى كده اعملي زي ما انا ما عملت. الحمد لله، يعني عملت حصاله، اي اوردر بطلعه، اي كفر بعمله، في جزء كده بيطلع بينحط في الحصاله دي، باذن الله باذن الله هينفتح في رمضان. ونعمل شنط ونوزعها. كفايه الفرحه اللي انت بتحسيها انك انت بتدخلي على حد بتفرحيه بالشنطه دي، او انك انت تعملي حاجه زي كده، دي بيبقى لها طعم تاني خالص. كفايه ان ربنا بيعوضك، ربنا بيكرمك، بيوسع عليكي، بيباركلك في القرش بتاعك. انت يا ستي ما معكيش، اعمليها الحصاله دي وجيبي بيها حاجات ليكي انت، حاجات تساعدي بيها في البيت. 10 جنيه
تخسسك حاجه، ده انت العيال بتصرف في اليوم قد كده، فاهميني؟ يعني انت تقدري انك انت تعملي حاجات كتيره قوي. استغلي اليومين دول في كده.